مساء الخير اصدقائنا اصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. ركبت اتوبيس وحد ضايقك؟ كنت في المواصلات ولقيت حمدي الوزير ماشيه في الشارع وحد عكسك؟ تعالي هنا وانا اقولك تعملي ايه وازاي تاخدي حقك بالقانون. هنتكلم النهارده عن التحرش، تعريفه واشكاله وعقوباته وكيفيه اثباته. اللي هيمد ايده عليا هقطعها له. يستاهل. ردي عليا قولي لي يستاهلوا ولا ما يستاهلوا؟ يستاهلوا. انت في الناس. انا مش عايزه حد يقول لي حاجه. انت كنت طالع الاتوبيس تتزنق؟ بص بقى يا سيدي، المادة 306 مقرر فقرة ألف بتقول: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 2 ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 200,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه ولا تزيد عن 300,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. أما بالنسبة لأشكال التحرش الجنسي، أنا عندي 4 أنواع للتحرش الجنسي: تحرش جسدي، مضايقات لفظية، تحرش مرئي، مضايقات عبر الإنترنت. هنتكلم نقطة نقطة. التحرش الجسدي، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الاتصال الجنسي الغير مرغوب فيه، مثل اللمس أو التحرش أو الاعتداء الجنسي. المضايقات اللفظية، وهذا يشمل أي نوع من المقدمات الجنسية اللفظية الغير مرغوب فيها، مثل التعليقات حول جسد شخص ما أو الأنشطة الجنسية. التحرش المرئي يشمل ذلك أي نوع من أشكال التقدم الجنسي المرئي الغير مرغوب فيه، مثل الشهوة أو التحديق أو عرض مواد جنسية صريحة. أخيرا، المضايقات عبر الإنترنت، وهذا يشمل أي نوع من أنواع المقدمات الجنسية الغير مرغوب فيها عبر الإنترنت، مثل إرسال رسائل أو صور جنسية صريحة أو إنشاء ملفات تعريف مزيفة على الإنترنت بغرض الإغراء الجنسي. عقوبة التحرش باللمس في القانون المصري: بموجب القانون المصري فإن التحرش باللمس يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 100,000 جنيه مصري. ويعرف القانون التحرش بأنه أي اتصال متعمد أو غير مقصود بجسد شخص آخر دون موافقته بطريقة جنسية أو إيحائية. كيف يتم إثبات التحرش الجنسي في القانون المصري؟ من أجل إثبات جريمة التحرش الجنسي في القانون المصري يجب على الضحية تقديم دليل على أن المتهم قد أجرى محاولات أو تعليقات جنسية غير مرغوب فيها، وأن هذه التعليقات تم إجراؤها بطريقة تجعل الشخص العاقل يشعر بالإهانة. ويجب أن تثبت الضحية أيضا أنها تعرضت لشكل من أشكال التحرش. طيب أعمل إيه لو تعرضت للتحرش؟ وهل يجوز التصالح في التحرش ولا لا؟ بص يا ستي، من أجل إثبات جريمة التحرش الجنسي في القانون المصري يجب على الضحية تقديم دليل على أن المتهم قد أجرى محاولات أو تعليقات جنسية غير مرغوب فيها، وأن هذه التعليقات تم إجراؤها بطريقة تجعل الشخص العاقل يشعر بالإهانة. يجب أن تثبت الضحية أيضا أنها تعرضت لشكل من أشكال التحرش. هل يجوز التصالح في جريمة التحرش طبقا للقانون المصري؟ نعم، يجوز التصالح في جريمة التحرش الجنسي في القانون المصري، وتبدأ عملية المصالحة من قبل النيابة العامة، وتتطلب موافقة كل من الضحية والجاني. في حالة الموافقة يجب على الجاني التوقيع على تعهد بعدم ارتكاب الجريمة مرة أخرى ودفع غرامة. يمكن للضحية أيضا اختيار إسقاط التهم إذا رغبت في ذلك. بص يا ستي، تعملي إيه بقى لو تعرضتي للتحرش؟ في عندي طريقين. أولا، ممكن أروح اسم الشرطة وأحرر هناك محضر، وهيبقى معايا الشهود بتاعتي، والمحضر بيتحرك للنيابة العامة، أو بيتم الاتصال على خط الساخن للمجلس القومي للمرأة اللي هسيبلك الرقم بتاعه موجود تحت هنا. أو حضرتك ممكن تتواصلي معانا على البرنامج بتاعنا، وإحنا هنحاول نساعدك إن شاء الله علشان تاخدي حقك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.